النهارده هقول لكم على اخبار جديده في النادي. يلا بينا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده يوم قبل الماتش، يعني بكره عندنا كمان ماتش كده ذهاب، هنروح للفرقه التانية نلعب الماتش عندهم. فالنهارده يوم بيبقى يعني خفيف كده خالص، وعايز اخدكم معايا رحله اوريكم انا بعمل ايه يعني في اليوم ده. وفي حد كتب لي كمان في الفيديو اللي فات، ليه يا زياد ما بتكلمناش عن النادي بتاعك والمدرب والفرقه وكلها يعني عامه. ففي اخر الفيديو هكلمكم على كل حاجة تبع النادي بتاعي حاليا والمدرب وكل ده. بس الاول بس هروح الجيم اعمل استرتشات عشان احضر جسمي للماتش بتاع بكرة. يلا بينا. ماشي يا شباب، لسه واصل الجيم. بس بص، هو ده اللي انا بكلمكم عليه. يعني في الخريف بيبقى الدنيا كلها ضلمة. يعني الساعة دلوقتي 10 الصبح. بص السحابة عاملة ازاي، كلها فضي يعني. يعني تقريبا بنصحى في الضلمة وبننام في الضلمة برضه. يلا خش الجيم بقى. طيب يا شباب، أنا لسه مخلص الجيم دلوقتي، تمرينة خفيفة خالص، نص ساعة كده بس، كلها إطالات وبتاع. وزي ما انت شفت انا نزلت على طول يعني من غير ما افطر. فهروح بقى دلوقتي اخد الفطار بتاعي. طيب انا لسه واصل البيت، هعمل بقى الفطار. بص انا هاكل ايه. ده عيش دايما بيبقى مليان حبوب كده واسمر شوية، فهعمله مع البيض. هعمل اومليت. وفي حاجة تانية هاكلها برضو بس ما انصحكمش بيها، اللي هي اسمها فريش كيزة. دي زي جبنة كده، مليانة دهون الصراحة، فعشان كده بقول لك ما تنصحكش بيها. بس الفكرة ان انا بحبها عشان انت لما بتحطها كده على العيش وبعدين بقى فوقيها البيض، بيبقى طعمها تحفة الصراحة. وفي جبنة تانية كده كمان بحطها على البيض، استنى اوريها لكم، عشان انا بحب الجبنة الرومي بالذات. وانتوا عارفين ان انا بقى في الغربة وبتاع، مفيش حاجات تفكرك قوي بمصر يعني. ففي هنا الجبنة دي اسمها تيلستر، يعني هي شبيهة شوية بالجبنة الرومي، بحطها على البيض برضو سياحة. بس طبعا كل الجبن دي يعني مش صح قوي، بس انا بحبها بالذات مع البيض يعني. بس بالنسبه لي مش مشكله، لان انا بجري كتير حتى كل يوم مثلا، وبحرق دهون كتيره. فعادي يعني، كل اللي هاكله ده دلوقتي هيتحرق تاني مثلا بكره ولا حاجه. فما انصحكش بالكلام ده يعني، بس انا بقول لكم يعني انا باكل ايه يعني دلوقتي، يعني يوم الجمعه كده. بص بقى، شويه بصل على بيض على جبنه، اتفضلوا معايا. بص بقى، تفتح العيش كده وتفرد الجبنة اللي انا بقول لكم عليها دي. ها، تفرشها كده اهو، وتحط بقى شوية بيض على العيش ده اهو، عشان الناس بس ما تفتكرش ان انا مثلا طول الوقت باكل صحي ولا بتاع، لا. يعني في شوية اوقات كده تاكل حاجة مثلا ايه، مش صحية قوي، بس المهم تبقى يعني في ميزان. يعني مثلا 80% من الوقت بتاكل حاجات كويسة، ويعني مفيش مشكلة بقى في النص كده تاكل حاجة انت عايزها، شوكولاتة بتاع، يعني عشان ما تحرمش نفسك برضو، الناس تفتكر ان انا ايه 100% باكل صح. بس لا. يلا هاكل بقى، وبعد الاكل هحكيلكوا على كل حاجة تبع النادي. طيب يا شباب، انا لسه مخلص شغل دلوقتي، فنتكلم بقى على ايه،
على النادي زي ما وعدتكم. طيب يا سيدي، اللي حصل ايه بقى، ان انا دلوقتي مع الفرقة الجديدة دي بقالي تقريبا من شهر اول 8 لحد دلوقتي، يعني النهاردة في وقت تصوير الفيديو ده 1 نوفمبر، تقريبا بقالي 3 شهور معاهم. واحنا الفرقة دلوقتي لحد دلوقتي لعبت 9 ماتشات، في ماتش اتأجل لظروف مش عايز اقولها دلوقتي عشان هتبقى قصة طويلة يعني. بس باختصارا كده انا لعبت معاهم 7 ماتشات، في منهم ماتشين نزلت من الاول، والباقي كله في الاخر بنزل مثلا نص ساعة، على حسب بقى، نص ساعة 35 دقيقة 25 في الحدود دي يعني. فمن فترة كده يعني، أو الأسبوع اللي فات تقريبا، كلمت مع اللي هو المدرب المساعد ده. أنا اتكلمت مع المدرب قبل كده وقال لي خليك بس صبور عشان تاخد وقتك، وقال لي على نقط يعني المفروض أحسنها وكده يعني. فعادي يعني بيتكلم معايا وبيديني زي نقد يعني، اللي هو الفيدباك يعني، أعرف أخده وأطور من نفسي فيه يعني. فبرضه فترة كنت متضايق شوية ان انا ما بنزلش اكتر من كده يعني، ومع ان انا بنزل كل مرة يعني بحاول اثر في الملعب، وكنت كذا مرة اعمل زي ما تقول بدي الفرص حلوة، يعني بعمل فرص حلوة، بس اللي معايا ما بيجيبوش الجون يعني مثلا او حاجة. فيعني تقريبا كأنها تقول مثلا ايه، اسيست يعني، بس ما بيجيش منه جون. فيعني بقى بأثر في الملعب أول ما بنزل يعني. فحتى اتكلمت مع المدرب المساعد قال لي لا احنا شفنا الكلام ده، وآخر ماتش خدنا بالنا برضو من الكلام ده، انت بس محتاج بس وقت أكتر شوية. وقعد يتكلم معايا يديني بقى نقد يعني اكتر يعني، بس كان حوار مهم يعني كنت محتاج اتكلم معاه واعرف منه انا ليه ما بنزلش وكده، وهو قال لي يعني انا معلش ان احنا ما خدناش بالنا ان احنا ندي لك نقد اكتر من كده عشان تشتغل عليه يعني. فكمان التمرين برضو بيبقى لذيذ يعني، مش كل مرة طبعا حلو، مش زي الفرقة اللي انا كنت فيها مع المدرب اللي هو القديم ده، لو فاكرينه اللي متابعين من فترة يعني هيفتكر. كان كل شوية يوقف التمرين ويقعد بقى ايه يتكلم على التكتيك ويشتم في ده ويزعق لده وبتاع. فاللي هو كان التمرين الصراحة مثلا هو ساعة ونص بنلعب، مثلا احنا تلت ساعة والباقي كله هو بيتكلم، فمحدش اصلا يعني مهتم ان هو كان يروح اصلا يعني، من كتر يعني مفيش اي متعة في الموضوع يعني. انما ده بقى هنا يعني فيها تمرينات كتيرة فكلها تكنيكال يعني، وبرضه بيتكلم على التاكتكس وكل الحاجات دي، بس مش زي اللي كان قبل كده يعني. طبعا في ايام بتبقى وحشة جدا، كلنا تحس ان الفرقة كلها مثلا في ناس مثلا مش مركزة منهم انا حتى مثلا في التمرين، او التمرين نفسه مش ماشي يعني مفيش رتم، وايام حلوة يعني، ففي وكده وكده يعني. بس الحمد لله يعني لحد دلوقتي عادي يعني. في ماتشات برضو بنخسرها كتير الصراحة. الفرقة حاليا اصلا في وضع مش حلو دلوقتي، احنا المركز الاخير على الجدول، على التيبل يعني، بنحارب اللي هو مش عارف اسمها ايه بالعربي الصراحة، بس ان انت تنزل للدوري اللي بعده يعني، اللي هو اللي تحتيه. فلو انا عرفت اساعد الفرقة يعني ان هم ما ينزلوش للدوري اللي تحتيه فده حاجة كويسة، وده الهدف بتاعنا يعني للفرقة دي حاليا الموسم ده، ان هما ما ينزلوش للدرجة اللي تحتيها. ولكن الله اعلم بقى، انا في الشتاء ممكن اغير او هفضل في الفرقة، كل ده يعني مفتوح دلوقتي حاليا، مفيش اي حاجة ثابتة اقدر اقولها لكم على المستقبل، غير ان انا حاليا بتمرن كتير وبحاول اطور من نفسي في حتت كتيرة، عشان يمكن يجيلي مثلا فرصة او احاول ادور على فرصة تاني في الشتاء اطلع لحاجة احسن من كده شوية يعني. ان شاء الله خير يعني، والله اعلم الشتاء اللي جاي يعني ايه اللي مستنيني يعني. بس كده، لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة دي، وايه الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها المرة الجاية. واهم حاجة ما تنساش تستمتع بالرحلة. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.